الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، بالأمس القريب كان معنا شهر رمضان، كنا نستنشق عطره ونتقلب في ضروب نعمائه. بالأمس القريب كنا نقترف من بركاته ونخوض في بحار حسناته، ونرجع كل ليلة بجر الحقائق بما حملنا من خيراته. بالأمس القريب كنا نقطف من روضة ظهور الإيمان، نجد في رحابه الأنس والاطمئنان. أين هو شهر رمضان؟ اليوم أين هو شهر رمضان؟ ألم يكن معنا لحظات بين أيدينا؟ ألم يكن ملء أسماعنا وأبصارنا؟ ألم يكن هو حديث منابرنا، بضاعة أسواقنا، مادة موائدنا، ثمر أنديتنا، حياة مساجدنا؟ أين هو الآن؟ عباد الله، لقد كان ما كان وانقضى الشهر وخرج الناس من رمضان وهم فريقان: فريق نصح فيه لنفسه وقام بحق ربه فصامه إيمانا وقامه احتسابا وتحرى فيه مراضي مولاه وتجنب مظان سخطه، لم يفرط في دقائقه. وفريق آخر تمنى على الله الأماني وأتبع نفسه هواها فأمضى نهاره في سهو وليله في لهو، أطلق لبصره العنان وأرهف سمعه لمساخط الديان. لم يرعى للشهر حرمته ولا عرف له حقه، وكم نصح فما قبل النصح، ودعي إلى المصالحة فما أجاب إلى الصلح. شاهد الواصلين فيه وهو متباعد، ومرت به زمر السائلين وهو قاعد، حتى إذا ضاق به الوقت
حتى إذا ضاق به الوقت وخاف المقت وندم على التفريط حين لا ينفع الندم وطلب الاستدراك في وقت العدم، وهيهات هيهات ما أحوج الفريقين أيها الأحبة إلى المحاسبة الدقيقة والوقفة الصادقة. فأما المفرط المقصر فيندم ويتوب ويستغفر، عساه إن لم يدرك الخير كله أن يدرك بعضه، وعسى أن يعيش قابل أيامه في طاعة وبر منتظرا عاما جديدا ورمضان آخر. أما المطيع المجد فيهتم لقبول عمله، ولقد كان السلف الصالح يجتهدون في إتمام العمل وإكماله ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من ربه. هؤلاء الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. روى الترمذي عن عبد الرحمن بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر؟ أهؤلاء الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. وعن فضالة بن عبيد قال: لأن أكون أعلم أن الله قد تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وإن العجب كل العجب أننا ما إن نخرج من شهر رمضان حتى نكون كالذي ضمن القبول، فلا يفكر أحد في عمله ولا يراجعه ولا يتأمل مدى إخلاصه فيه ولا يلح على ربه أن يتقبل منه. حتى ذاك الدعاء الذي كنا نقوله في ليالي شهر رمضان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. شتان ما بيننا وبين أسلافنا في هذا، فقد كانوا يدعون الله 6 أشهر بعد رمضان أن يتقبل منهم. أيها المسلمون، عباد الله، لئن كان قبول العمل من الغير الذي لا يعلمه إلا الله فإن لكل أمر علامة ولكل تجارة أمارة، ولقبول العمل علامات تدل عليه. وإن من علامة قبول العمل الصالح الاستمرار عليه والمداومة على أدائه، فقد قال بعض السلف: ثواب الحسنة بعدها. وفي الحديث: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وعن علقمة قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت: لا، كان عمله ديما، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. أيها المسلمون، أما إنه يقبح بالمسلم أن يبني في رمضان صرح إيمانه ويجعله ويزينه، ثم إذا انقضى الشهر عاد فهدم ما بنى وأفسد ما شيد، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. فالله ينهانا أن نكون كهذه المرأة الحمقاء التي تمسج غزلها حتى إذا أبدعت وأحكمت نقضت ثم عادت تغزل من جديد. وهذا وللأسف الشديد حال أكثرنا في كل عام، يعمل في رمضان حتى إذا بلغ من الخير مبلغا وبدأ يحس طعم العبادة ولذة الخشوع هدم كل ذلك بعد رمضان، فإذا جاء رمضان آخر شرع يبني من جديد.
فلا يكاد يبلغ منزله الأول حتى ينتكس. والتأمل في هذا أيها المؤمنون كله يقتضي من المسلم أن يستمر، يقتضي من المؤمن أن يستمر على ما كان عليه من طاعة في رمضان، أن يواصل كفه عما كف عنه من معاصي في هذا الشهر الكريم. وما أقبح الحر بعد الكور، وما أقبح أن يتدنس بذنوب المعاصي من قد تطهر منها، وما أشنع أن يرجع التائبون إلى حمأة الرذيلة وأن يتلطفوا بأوحال المعصية بعد أن توضأوا بنور الطاعة والإيمان. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. آمين آمين يا ربنا يا كريم. استغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا عباد الله، يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. يا من وفى في رمضان على أحسن حال لا تتغير بعده في شوال. يا من أصبح في رمضان وعزم على الزلل في شوال، ويحك فإن رب الشهرين واحد. إن رب الشهرين واحد. فلقد علمنا شهر رمضان أيها المسلمون أننا نستطيع أن نقوم الليل ونصوم النهار ونكثر من قراءة القرآن. علمنا أننا نستطيع أن نترك كثيرا من شهواتنا ورغباتنا. فما أسرع عباد الله، ما أسرع ما يتقضى الزمن، وما أعجل ما تمضي الأيام. كنا بالأمس القريب نستقبل رمضان، ونحن اليوم نودعه نبكي عليه، ولم يكن بين استقبالنا ووداعنا إلا أيام قليلة مرت مرور الطيف ولمعت لمعان البرق الخافت، ثم غادرتنا مقربة إلينا آجالنا، مقصرة من آمالنا. وعما قريب تتقضى الأيام، تتقضى الأيام المقدرة، وتدنو الآجال المكتوبة، ويفارق المرء دنياه غير حامل زادا إلا زاد العمل الصالح، ولا لابسا لباسا إلا لباس التقوى. فأينا أعد لذلك اليوم عدته واتخذ له قربته؟ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال أيضا سبحانه: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فالله في ساعة لا شك في مجيئها اجعلوا من تصرف شهركم عبرة تذكركم بتصرف أعمالكم. اللهم نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتيمنا وخير أعمارنا يوم لقائك رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صيام شهر رمضان وقيام شهر رمضان، وتقبل صالح أعمالنا بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. اللهم يا رب لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا وصلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. كذلك ندعو لأخينا الإمام الذي توفي وافتقده المجتمع، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه. اللهم ارحمه برحمتك الواسعة، اللهم ارحمه سعيد، اللهم ارحمه برحمتك الواسعة واغفر له واجعله من أهل الجنة من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واحشره في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين
واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بأئمتنا وبلادنا سوءا فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغيث البلاد والعباد. اللهم أغثنا غيثا نافعا سبحا غدقا نافعا غير ضار. اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا من الصلاة يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا يرحمكم الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. ادعوا الله في سجودكم وأنتم موقنون بالإجابة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة
فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.